نتكلم في حاجة مهمة تانية قبل ما نبدأ نخش على رياكت، وهي تفكيرك لترتيب المشروع. انا عايزك تتخيل معايا ان المشروع ده هو دولابك اللي في البيت اللي فيه هدومك. دولابك اللي في البيت اللي فيه هدومك ده يا صديقي لو مش مترتب وفي مشاكل والدنيا كلها والهدوم كلها فوق بعض فتبدأ تحصل لك مشكلة. ايه هي المشكلة يا عم زياد؟ المشكلة بكل اختصار ان انا مش هعرف اطلع الهدوم، وحتى يوم ما اطلع الهدوم هطلعها مش جميلة ومش مكوية ومش لطيفة. فده اللي بيحصل. لو جينا كده بصينا هنا معايا في التابلت هتلاقي ان نفترض ان المشروع اللي مش مترتب هو الدولاب ده، والمشروع المترتب هو الدولاب ده. نفترض ان انا عميل جاي يطلب منك تيشيرت اللي لونه احمر. بكل اختصار هتيجي هنا هتسحبه من الشماعه وتديهولي. لكن لو هنا هتقعد تدور على التيشيرت اللي لونه احمر في التيشيرتات اللي واقعه بين الارض وبين الجزم، ممكن تبقى محظوظ انك تلاقيه متعلق وسط الهدوم المتعلقه دي. بس احنا في عالم الكودينج او في عالم ان انا عايز ابني ساس بلاتفورم كبير او عايز ان انا ابني حاجه كبيره، انا ما بسيبش حاجه للحظ. ليه؟ لان انا لو سبت حاجه بالحظ فممكن في نفس الحظ فعلا ان يوزر تاني يدخل بعديه ما يلاقيش الداتا دي صح، ما يلاقيش ان الداتا دي راجعه صح، وما يلاقيش التيشيرت الاحمر اساسا. فانا عايز اقول لك ان حته هندله الفولدرات وحته تظبيط المشروع بشكل حلو انا عايزك تبقى مركز فيها جدا، وتركز فيها تركز فيها كمان مره، عشان لما ندخل رياكت احنا بنعمل كومبوننتس كتير وبنرتب المشروع كتير جدا. حبيت اقول لك ده قبل ما ننهي الجافا سكريبت او المودرن جافا سكريبت عشان ندخل رياكت على ميه بيضاء. تابعني عشان نكمل بقى، نخش في الجزء الكبير بتاعنا وهو جزء رياكت.